السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى هقول لكم على وصفة بتخسس من 3 ل 4 كيلو، بجد رهيبة. هنا بتحطي في الكوباية يعني معلقة خفيفة جنزبيل، وبرضو بتكوني قطعة ليمونة نصين زي ما حضراتكم شايفين كده، وبرضو بتحطي معلقة، يعني مش معلقة كاملة، نص معلقة كده قرفة، لان هي مفعولها عالي قوي، يعني هتحسي بطعمها جامد، فمتحطيش كتير. وهنا برضو حطيت نص ليمونة، يعني مش هحتاج النص التاني فهحط نص ليمونة بس. كده كنت بشيل البذر منها، وبعد كده عصرت الليمونة، نص ليمونة، يعني هي عصرة واحدة ليمونة بتعصريها كويس بس كده. وبتكوني مغلية مية وبعد كده بتصبي المية المغلية على القرفة والجنزبيل ونص ليمونة. هنا كده كنت بوري لحضراتكم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده صبيت المية المغلية بس كده، تقلبيها بقى وبتسيبيها تبرد شوية، وبعد ما بتبرد بتبتدي تشربيها يعني وكده. بس بصراحة يعني هي من احسن وصفات، هي انا كنت ماشية عليها قبل كده. هو مش دلوقتي بس، انا ابتديت يعني رجعت لها تاني عشان فعلا كانت يعني بتفرق معايا، كانت بتنزلني من 3 ل 4 كيلو. هي ومشروب برضو انك تشربي بعد الغدا على طول، شاي بليمون بصراحة بدون سكر طبعا. يعني بتعلي الحرق عندك، وبتحسسك بالشبع، وبتحسي ان انتي فعلا بتفرق معاكي من اول اسبوع، بتبص تلاقي نفسك ان انتي خسيتي وكده وباين عليكي اهو. بس كده لحد هنا كده كنت خلصت الفيديو، وبرضو قولي رأيكم في الكومنتات وجربوها. وان شاء الله هتعجبكم وهتفرق معاكم في وزنكم، حتى هيبان على شكلك ان انتي خسيتي. وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير.